السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. حياكم الله جميعا. اليوم بدنا نسمع قصة جديدة وصلت لحساب القناة، وبعد ما نخلص من سماع القصة بدي من الكل يكتب بالتعليقات نصيحة أو حل يوجهه لصاحب المشكلة. أنا اسمي حامد، عمري 30 سنة، موظف على قدي بشركة توصيل. يا جماعة، تعبت كثير بهاي الحياة. صار لي 5 سنين وأنا أمنيتي إني أتزوج. بحلم باليوم اللي أفتح فيه بيت ويصير إلي عيلة وأولاد. ضليت 5 سنين وأنا بجمع من راتبي وكل إشي بملكه عشان أحقق هذا الحلم، والحمد لله قدرت أجمع 120 ألف. قررت إنه بدي أتزوج وأستأجر شقة صغيرة وأبلش حياتي. بس بلشت أفكر من وين أخطب. بنات عمي أغلبهم متزوجات، بنات أخوالي يا متزوجات يا صغار بالعمر. واضح إنه لازم أشوف لي خطابة. والله هذا أحسن حل. بشوف لي خطابة وبعطيها 2000 ريال وهي بتدبر لي أحلى بنت. بحط شروط ومواصفات وبطلب شوفة شرعية. قبل كل إشي اتصلت بأختي سارة لأنها خبيرة بهالأمور، وأختي هاي بتعرف كل الخطابات بالمدينة. من كثر ما صرت أدخل مواقع الخطابات قلت خلص راح أتصل بأختي سارة. ردت علي وأول ما سمعت صوتي بلشت حي الله هلا بالقاطع، أكيد وراك مصلحة. قلت لها يا بنت الحلال مو كل إشي مصلحة، اللي بسمعك بيقول إنك مليونيرة. هسا خلينا من هاي السوالف، اسمعيني، بدي رقم خطابة واحدة مضمونة. حكت لي لتكون بدك تتزوج. قلت لها والله أبشرك يا سارة، أخيرا ضبطت أموري وجمعت فلوس، وبس ناقصني بنت الحلال أعطيني رقم خطابة تفهم طلباتي ومواصفاتي، واحكي لها من هسه إني راح أعطيها 2000 ريال. قالت أفا عليك يا حامد، أختك موجودة وبتدور على خطابة، ابشر بأحلى وأجمل عروسة، وال2000 أختك أولى فيها. والله إني محتاجة كل ريال، عندي جمعية مع صحباتي وناقصيتني شوية مصاري. قلت عن جد بتحكي؟ قالت والله وأنا أولى، وابشر بعروسة تقط الطير من السما. قلت خلص اتوكلنا على الله. بس ما قلتي لي شو رايك بالمواصفات اللي بدي اياها. قالت احكي شو بدك. قلت بدي واحدة نحيفة بس مش هالدرجة، يعني جسمها رشيق وتكون جميلة وطولها مناسب، واهم اشي تكون بنت حلال وراعية بيت. من هسه بقول لك ما بدي واحدة تحكي لي بدي اشتغل او اكمل دراسة. قالت تصدق واحدة خطرت عبالي وانت بتحكي. قلت لها مين؟ قالت اخت صديقتي اسمها أريان، أختها الصغيرة عمرها 21 سنة، خلصت توجيهي وقاعدة بالبيت لا شغل ولا دراسة. قلت يا سلام، والبنت كيف حلوة؟ قالت أيوة، أقول لك جميلة ونحيفة وكل المواصفات اللي بدك إياها موجودة فيها. قلت لها توكلي على الله، احكي معهم وخلي أهلي يحددوا لهم يوم لحتى أشوفها شوفة شرعية. قالت شوفة شرعية؟ انت مجنون؟ هاي عيلة محافظة وبيغاروا على بناتهم وما عندهم اشي اسمه شوفة شرعية. قلت يعني كيف اتزوج وحدة ما شفتها؟ مش معقول. قالت انت ما بتوثق بذوق اختك؟ قلت لها تبغى الصراحة والله ما بثق بذوقك، حتى لو بدي اشتري عطر فكيف بعروسة. قالت طيب اوريك، اسمع كلامي ولا تفوت هالبنت، صدقني يا حامد راح تندم. وانتهت المكالمة مع سارة. كان الفضول وقتها بيذبحني ذبح. الوصف اللي حكت لي يا أختي عن البنت خلاني أتعلق فيها قبل ما أشوفها. بس كيف وهم رافضين الشوفة الشرعية؟ ليش يعني وليش الرفض؟ بصراحة والله إني احترمت هاي العيلة واحترمت أبوها. واضح إنه رجال غيور على بناته وعلى محارمه، وخاصة بهذا الزمن اللي كل من هب ودب صار يقول بدي شوفة شرعية، وبفوت بيوت الناس بيتفرج وبالأخير بيقول ما في نصيب. لا والله أبوها ما بينلام، وهذا فعلا رجال ورافع راسي بموقفه. بعد يومين اتصلت فيني أختي سارة وقالت لي هاي عريس، جهزت ال2000، هاد تعب إيدي. قلت بعطيك ال2000 يا بنت الحلال، بس احكي لي شو صار؟ البنت وافقت؟ قالت لا تشيل هم، أنا أقنعت صاحبتي وهي أقنعت أختها ووافقت، بس لازم تروح البيت وتقعد مع أبوها وتتفاهموا على المهر وعلى هاي الأمور. قلت تمام، متى أروح له؟ قالت بكرة. أنا قلت لهم إنك جاي تزورهم وإنك مستعجل. قلت لها وش رايك أكلمه بخصوص
الشوفة الشرعية. صرخت انتبه يا حامد. بتحكي له هيك ممكن انه يطردك من البيت. قلت طيب يا سارة ما في مجال تشوفي لي صورة بس لحتى أشوفها. قالت بحاول إنه أصورها بس المهم هسه روح بكرة لعند أبوها وكلمني بعدين شو بصير معك. الحين برسل لك موقع البيت ورقم جواله. وفعلا ثاني يوم بالضبط الساعة 7 المساء رحت على بيت العروسة واتصلت على أبوها وقلت له إني عند الباب. فتح لي الباب رجال كبير بالسن باين عليه الالتزام والأخلاق. رحب فيني ودخلني مجلس الضيوف. البيت كان قمة بالكرم وبالضيافة. فتحت الموضوع مع الأب مباشرة وحكى لي إحنا موافقين وما عندنا مشكلة بس اسمع يا ولدي إحنا ناس محافظين وعنا عاداتنا وتقاليدنا وما في عنا إشي اسمه تشوف البنت أو تقعد معها أو تتواصل معها إلا بعد الملكة. ولما تصير البنت زوجتك وحلالك وقتها بس كل إشي بيصير. حكالي الأب بكل ثقة إحنا ما نسلع رخيص وبنعرضه لكل من هب ودب. اللي بده الستر والزواج ويكمل نص دينه حيا الله. كلامه كان جميل ومقنع خلاني احترمه اكثر واكثر. قلت له يا عم توكل على الله انا موافق بس كم المهر اللي تبغوه؟ قال البنت واختها اكيد بلغوا اختك. المهر 40,000. احنا ما عنا طمع ولا بنبيع بنتنا. طلعت المبلغ من جيبتي وقلت له ولا يهمك يا عم هاي 40,000. أخذهم وحكالي اسمع يا حامد إحنا ما عنا خطوبة وكلام فاضي. خلال هالأسبوع لازم تجيب الشيخ وتكتب العقد وبعدين إذا بدكم زواج بقصر أو زواج عائلي بالبيت إحنا ما عنا مشكلة بس لازم إنه تستعجل. قلت له وأنا طاير من الفرح ابشر يا عم بعد 4 أيام بجيب الشيخ وبنكتب العقد وبنخلص كل إشي. طلعت من بيتهم وقلبي بطير من الفرح. عروسة حلوة حسب كلام أختي ومدحها وأب محترم ومقدر ومهذب. والزواج ممكن نعمله عائلي ونوفر من تكاليف القصر والمعازيم. وبعد 4 أيام جبت معي مأذون النكاح وتوجهنا عبيت العروسة. الأب كان بانتظارنا. دخلنا المجلس وبلشنا نكتب العقد. كتبت من شروطي إنه بدي زوجتي ربة بيت ما بدي تشتغل ولا تكمل دراسة. قال الأب هذا من حقك وأنا بحييك على هذا الكلام يا حامد لأنه الزوجة ألزم ما عليها بيت زوجها. رجع المأذون وسأل الأب البيت لها شروط؟ قال الأب ما إلنا إلا شرطين توفر لها منزل مستقل وتحترمها وتصونها. قلت له بنتك بعيني يا عم ولا يهمك. لكن بعدين صار إشي غريب. الأب طلب شرط جديد. قال للمأذون أبغى تكتب مؤخر بمبلغ 70,000 ريال إذا صار طلاق. أنا انصدمت قلت شو المؤخر وليش؟ قال الأب هالشرط حاطه لأضمن بنتي تعيش مرتاحة وما تطيح بإيد واحد مستهتر يتزوجها ويرميها بعد فترة ويروح يدور واحدة ثانية. والمبلغ ما راح تدفعه إلا إذا أنت قررت تطلق. أنا كنت مصدوم وواقف مكاني أفكر شو أعمل أوافق ولا أرفض. قال مأذون العقد الأب كلامه واضح هالمبلغ ما راح تدفعه إلا إذا اتطلقت البنت وانت رجال جاي تدور الستر والزواج يعني ما عندك نية إنه تطلق أساسا. كنت محرج وقتها حسيت الكل يطالع فيني. قلت خلص اتوكلنا على الله ووافقت ووقعت على العقد. بعد أسبوع عملنا حفلة صغيرة أنا وأختي. طلعنا على بيت أهل العروسة دخلوني مجلس صغير داخلي وقعدت أستنى العروسة تدخل. دخلت أم العروسة كبيرة بالعمر وبلشت تبارك لي وهي تبكي الله يوفقكم يا ولدي انتبه لبنتي غصن هاي الغالية. قلت لها بنتك بعيوني يا حمة. بلشوا الأطفال يدخلوا كانوا فرحانين ومبسوطين والبيت مليان أهل وأطفال وكانت الحريم يلمحوني من وراء الأبواب والشبابيك كل واحدة بتحاول تشوف العريس. بعد شوي دخلت بنت صغيرة ومعها مراهقة وجلسوا جنبي. أنا ظليت أطلع على الباب وأستنى أختي والعروسة يجوا. وصلت سارة وجلست جنبي. همست لها وين العروسة؟ ما خلصت وهي بتكشخ قالت العروسة هيها جالسة جنبك من ربع ساعة. التفتت ولقيت المراهقة اللي دخلت قبل شوي هي نفسها قاعدة جنبي. قلت لأختي إيه هاي؟ قالت والله هاي هي شو رايك فيها؟ رجعت أطالع بالبنت أنا مصدوم
ومذهول. يا جماعة البنت اللي جالسة جنبي بتشوفها بتحس إنه عمرها 14 سنة، نحيفة، نحف بخوف، بتحسها راح تطيح من الضعف، بتحس يا إما عندها أنيميا قوية يا مرض مزمن، جسمها ضعيف وحتى بوجهها شعر واضح ما كلفت حالها إنها تشيله. بدون ما أحس سألتها فورا كم عمرك؟ كانت تبتسم ومستحية وقالت لي عمري 21. وقتها انتبهت لإشي غريب، أسنانها أسنان أطفال صغيرة ومتفرقة. يا جماعة والله البنت عندها مشكلة نقص نمو، مو معقول هاي بنت عمرها 21. والكارثة الثانية نسيت أحكي لكم عنها، بالتحليل الطبي قبل الزواج طلع عندها فقر دم. وقتها قلت الله لا يوفقك يا سارة، أختي باعتني علشان 2000 ريال. والمصيبة الأكبر سمعت إنه أخت البنت أعطت أختي جوال بقيمة 2000 ريال علشان تقنعني أتزوج أختها. هسه فهمت ليش أبوها كان مصر إني ما أشوف البنت، لأنه عارف إني لو شفتها راح أرفض على طول. حالتي النفسية صارت سيئة جدا، أخذوا مني 40,000 مهر وخلوني أوقع على مؤخر 70,000، وأنا هسه خلص ناوي أطلق هالبنت وأفتك، بس بدي أعرف كيف أقدر أرجع فلوسي وكيف أتخلص من هذا العقد ومن هذا المؤخر اللي ورطوني فيه. بالله عليكم إنكم تساعدوني أرجوكم، إيش أسوي؟ ولهون يا أصدقائي بنكون انتهينا من الفيديو. بتمنى منكم إنكم تدعموني بلايك الفيديو وباشتراك بالقناة، ولا تنسوا إنكم تتركوا تحت آراءكم بالتعليقات. إلى اللقاء أصدقائي، في أمان الله.